كشف لنا الرئيس السابق لنادي التضامن يوسف البيدان مهارة وموهبة خفية يمتلكها النجم حمد أمان تختلف عن ترويضه للكرة وهزه للشباك وتلاعبه بالخصوم وانطلاقاته السريعة. وقال: أذكر في معسكر نادي التضامن في سويسرا أنا كنت رئيس وفد، وكان عندنا يوم فري للاعبين، وكان أذكر في جنيف، وطلبوا اللاعبين أن يكون في مطعم على الأقل يعني إسلامي يرتاحوا له يعني، فوقع الاختيار على مطعم تركي. ورحنا شفنا المطعم، طبعا اللاعبين نتكلم عن أكثر من 25 لاعب. ورحنا شفنا المطعم ولا زحمة طبعا دور فقلنا خلاص نكنسل، يعني احنا عددنا أكثر من 25 شخص وفي دور وزحمة. فطلع لي واحد كلمني بهذاك الوقت، كان يعني ناشئ وتقريبا عمره أقل من 17 سنة، وهو اللاعب حمد أمان. فقال لي: أبو عبد الله ترى خلني أكلمهم أنا وإن شاء الله يعني يخف الدور. يعني قلت له: إيش تبي تسوي يعني أنت؟ زحمة ودور وإيش تبي تسوي؟ قال: بكلمهم. تكلمناهم وإحنا ما في مجال يعني. قال: لا أنا أكلمهم بلغتهم، أنا أعرف تركي أحسن منهم. شلون تعرف تركي أحسن منهم؟ قال: خلني أجرب يعني. وبالفعل راح وكلمهم، كانوا يعتقدون أنه هو تركي، يعني على بال أن حمد من تركيا، مع أن شكله ما يوحي أنه تركي يعني، لكن كان يتكلم أحسن من الأتراك. لين ناداني وقال لهم يعني عشان تصدقون هذا رئيس الوفد وإحنا من الكويت يعني. وطلع واسطتنا حمد أمان وخلصنا قبل الدور يعني، وتعشى ذاك اليوم كلهم المطعم التركي. Senin için ölmez miydim ya? Dünyayı ters etmez miydim ya?